كن نبيها لا مستحمرا. في عالم يمتلئ بالضجيج والمعلومات والضغوط اليومية، قد نظن أننا نعيش في قمة الوعي والانتباه، لكن المفكر علي شريعتي يطرح سؤالا خطيرا: هل نحن فعلا نعيش بوعي، أم أننا فقط مستحمرون بطريقة حديثة؟ شريعتي في كتابه النباهة والاستحمار يقدم مفهوما عميقا ومقلقا في آن واحد. يقول: هناك نوعان من الناس: النابهون وهم من يملكون الوعي، الفهم والتحليل، والمستحمرون وهم من تم خداعهم أو شغلوا بأمور تافهة حتى غابت عنهم القضايا الحقيقية. الاستحمار كما يوضحه شريعتي ليس سب، بل هو آلية منظمة لإبعاد الناس عن التفكير الحر، قد يمارس باسم الدين أو باسم الترفيه أو حتى باسم الوطنية. نعم، هناك من يبقيك مشغولا بطقوس لا تفقه معناها، أو أخبار تافهة، أو جدالات سطحية، بينما القضايا الكبرى كالحقيقة والحرية والعدالة تركن جانبا. ويفرق شريعتي بين نوعين من الاستحمار: الاستحمار التجهيلي، حيث يحرم الإنسان من المعرفة، من التعليم، من الوعي، والاستحمار التسكيتي، حيث تقدم له تفسيرات مريحة لكنها زائفة ليقبل الظلم والقهر ويصمت. في المقابل، النباهة ليست فقط أن تعرف ما يحدث، بل أن تفهم لماذا يحدث، وأن تسأل من يستفيد ومن يخسر، ألا تكون تابعا للقطيع، بل أن تملك بصيرتك الخاصة، أن تبحث عن المعنى لا فقط المعلومة. لهذا قال المفكر علي شريعتي عبارته الشهيرة: إما أن تكون نبيها أو أن تكون مستحمرا. فاسأل نفسك اليوم: هل أنا فعلا نبيه؟ هل أبحث عن الحقيقة؟ أم أنني فقط أكرر ما يقال لي وأعيش ما يراد لي؟ لقد آن الأوان أن نستعيد وعينا، أن نختار النباهة ونرفض الاستحمار مهما كان مظهره جميلا.